مساكم الله بالخير. بخصوص موضوع المدرسات اللي تم إقرار فرضية بدل السكن لهم بأثر رجعي من 2011. طبعا الدولة ملزمة تنفذ لأن هذا حكم محكمة وما يقدرون يقولون لا عليه، لكن أنا عندي اقتراح وأتمنى أن القانونيين يشوفونه ويعطون. إذا وزارة التربية تبي توفر تقدر تسوي هالشغلة هذه، إن وزير التربية يطلع قرار بنهاية العام الدراسي ينهي في جميع عقود المدرسين الوافدين بدون استثناء اعتبارا من نهاية العام الدراسي، ويعيد تعيينهم بعد العطلة الصيفية. اوكي، طبعا مع صرف نهاية الخدمة مالتهم كاملة، ما يقطع عنها اي شيء، ويعطيهم اياها حسب الاصول وحسب القانون تماما، على اساس لا يصير اي احتجاج او اعتراض. والتعيين الجديد اللي يصير بعد العطلة الصيفية يكون براتب مقطوع ثابت، ما في اي بدلات اخرى، مبلغ معين. اوكي، وهذا المبلغ التعيين هذا يكون لمدة أقل من سنة، اللي هي 10 شهور اللي يصير فترة الدراسة، مو أكثر. اللي يبي اللي ما يبي، في مليون واحد غيره يبي. يعني المدرسين الموجودين يقول لك يروحون ما يجونا، لا حبيبي، وايد ناس يجون، وايد ناس ميتين. وبعدين إذا أنت ما كمل السنة كاملة عندك ما يكون في نهاية خدمة، وهو 10 شهور راتب مقطوع، فأنت وفرت على جميع الأصعدة. وكذلك عندك الفرصة أنت الزين تخليه وتجدد له، والشين تقول له فما لا تجيب غيره. عادي الموضوع ترى يندرس ويترتب ويصير. ولازم يصير التجديد على سالفة الدروس الخصوصية، ويصير موضوع كفاءة المدرس انه لا يقعد يهمل في المدرسة ويروح برا، عشان يجبر الطلبة انهم ياخذون دروس خصوصية عنده، ومبالغ غالية او عالية جدا، وكلكم تدرون ايش كثر قاعد تدفعون على الدروس الخصوصية حق عيالكم. ولما يصير هالشيء بقانون وقرار وزاري ومدروس عدل من جميع الجهات بدون ما يكون في مستشار مصري يثبته، اوكي، مع احترامنا وتقديرنا لجميع المستشارين المصريين، زين، بهالحالة راح يكون محبوك القانون وما حد يقدر يشتكي ولا يرفع قضية ولا كذا. بالنهاية هذا قانون دولة، والدولة تطبق اللي تبيه، اللي عاجبه أهلا وسهلا، اللي مو عاجبه المطار موجود، صج صغير لكن يشيل وايد. اوكي، طيارات ايش كثر. وبعدين يا ريت ترجعون تجيبوا لنا مدرسين من الأردن. والله ترى مدرسين الأردن ومدرسين سوريا ترى وايد زينين، ويعلمون من صج من حم وقم، مو مثل مدرسين الجهات الثانية. نتمنى نشوف ردود الأفعال ونشوف شنو ممكن يصير من هالقرار إذا تنفذ على أرض الواقع.